السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكيكة الحلوة دي. كيكة الشوكولاتة والقهوة مع كريمة كريمة بالشوكولاتة والقهوة. حلوة جدا وسهلة وبسيطة و وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت حلو، ويلا بينا علشان نشوف مع بعض طريقة التحضير. اول حاجة عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق منخول كويس جدا، نص كوباية من الكاكاو الخام، فانيليا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وربع معلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية من الزيت، 3 عدد بيض، كوباية وربع من اللبن او الحليب، كوباية وربع من السكر، ومعلقة صغيرة من الخل. وان شاء الله اكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اول حاجة هضيف على الدقيق البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح والكاكاو. بعد كده هنخلطهم مع بعض كويس جدا علشان البيكنج باودر والمواد الرافعة اللي احنا حطيناها او ضفناها تتوزع كويس جدا مع الدقيق. وقبل ما نبتدي في خليط الكيك، اول حاجة بنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 علشان يحقق درجة الحرارة اللازمة للكيك. تمام. بعد كده ضفت كل المكونات السائلة في الخلاط: البيض واللبن والزيت والخل والسكر. هنضيف كل المكونات مع بعض في الخلاط. واهم حاجة ان الحاجة اللي احنا هنعاير بها الدقيق هي اللي هنعاير بها السكر. المج اللي هنعاير بيه كل حاجة، كل المكونات الجافة هي اللي هنعاير بها السوائل كمان، علشان تبقى مقدار الكيك معايا مظبوط. تمام. بعد كده بعد ما خلطنا كل المكونات الجافة مع بعض، بعد كده بننخلهم تاني في مصفى تكون فتحتها ضيقة كده او صغيرة، علشان الكيك يكون طري معايا وفي هشاشة كده، ويكون حلو معايا وهش. بعد كده بعد كده نزلت على الخليط الجاف بالخليط السائل اللي احنا ضفناه في الخلاط، وبنضربه كويس جدا لحد ما السكر بتاعنا يدوب. بعد كده نبدأ ان احنا نخلطهم كويس جدا في اتجاه واحد، علشان الهواء اللي احنا هندخله في الكيك ما نخرجوش تاني. بالشكل ده كده لحد ما الخليط بتاعي يختلط ويمتزج كويس جدا مع بعض، والدقيق بتاعي يختفي ويبقى القوام بالشكل ده كده. بعد كده عندي هنا كوباية الا ربع من المية المغلية. تمام. كوباية الا ربع من المية المغلية بالشكل ده كده، وده المج اللي انا عايرت بيه كل المكونات وعايرت بيه المية كمان. بعد كده ضفت معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان بالشكل ده كده. بس احنا لو حابين ان احنا نعملها كيكة شوكولاتة، هنعملها عادي خالص، وهنضيف كوباية الا ربع من المية، ومش هنضيف معلقة صغيرة من البيكنج عفوا معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وهنعملها كيكة شوكولاتة عادية. بعد كده بنبتدي ان احنا نخلط القوام تاني بالشكل ده كده مع بعضه، عشان الخليط يمتزج مع بعض كويس جدا. وده كده بيكون الشكل او القوام النهائي لخليط الكيك بالشكل ده كده. بعد كده خلطت انا الخليط بالاسباتيولا بالشكل ده كده، علشان لو في دقيق لسه ما اختلطش كويس جدا في خليط الكيك بالشكل ده كده، والقوام معايا ناعم، علشان احنا نخلنا الدقيق كويس جدا، علشان الكاكاو بيكون فيه بعض التكتلات كده، ف بنعديها على مصفى عشان الكيك بتاعنا يكون ناعم وكريم معانا. بعد كده دهنت انا القالب ده دهنة بسيطة من الزيت، ونزلت بالخليط في القالب بالشكل ده كده، وبنديله خبطتين 2 علشان نخرج منه الهواء الزيادة.
بعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، حرارة من تحت، لمدة من 45 ل40 دقيقة. ولو في مروحة توزيع بنشغلها علشان بتفرق في طراوة وتسوية الكيك. بعد كده بعد ما يعدي عليها نص ساعة بنفتح عليها الفرن ونختبرها من النص بعصاية او بستيكس، ولو طلعت فيها اي شوايب من خليط الكيك بنقفل الفرن تاني ونسيبها لحد ما تكمل التسوية بتاعتها. بعد كده انا سقيت الكيك بربع كوباية من اللبن او الحليب اختياري. وبعد كده هنعمل مع بعض صوص حلو جدا او كريمة الشوكولاتة والقهوة. اول حاجة هنا ضفت في الكسرولة كوباية من اللبن، كوباية من المية، معلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، نص كوباية من السكر، ومعلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. تمام، احنا اتفقنا لو احنا عايزين نعملها كيكة شوكولاتة عادية هنعمل نفس المكونات وكل حاجة، ولكن في الصوص مش هنحط قهوة سريعة الذوبان، ولا في خليط الكيك قهوة سريعة الذوبان. وان شاء الله نعملها مع بعض كيكة الشوكولاتة. بعد كده وضفت مكعبين من الزبدة، معلقتين كبار من الزبدة، وضفت معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نخلط كل المكونات دي كويس جدا على البارد. بعد كده بنرفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر عشان القوام بتاعي يكون ناعم وكريمي وما يكونش فيه اي تكتلات، بالشكل ده كده لحد ما يوصل للقوام ده كده. مع التقليب المستمر عشان القوام بتاعي يكون ناعم بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. آه بعد كده لما يعمل بابلز كده نعرف ان ده قوام الكريمة. وبعد كده بنرفعها من على النار. وبعد كده الكيكة بتاعتنا بردت والصوص بيكون بالشكل ده كده. بعد كده هنبتدي ان احنا نوزع الصوص ده وهو ساخن على الكيك علشان يتوزع كويس جدا على الكيك بالشكل ده كده. بعد كده هنبتدي بقى ان احنا نفرد الصوص ده على الكيك بالشكل ده كده. حلوة جدا، وطعم الشوكولاتة مع القهوة طعمها حلو جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. بعد كده فردنا احنا الكريمة على الشوكولاتة على الكيك بالشكل ده كده. بعد كده هنسيبها تبرد، ونسيب بقى الكريمة بتاعتنا دي تبرد كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعها. دلوقتي بقى الكيك بتاعنا برد، وكمان الكريمة بتاعتي مسكت وبقت متماسكة على الكيك. بعد كده هنبتدي ان احنا نقطعها بقى قطع صغيرة بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. بعد كده عندي هنا شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة. بعد كده ده للتزيين كده على الكيكة بتاعتنا بالشكل ده كده. حلوة جدا والسكر بتاعها مظبوط. وان شاء الله اكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالشكل ده كده. وده كده شكل الكيك الشوكولاتة والقهوة، حلو جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم.
الكيكة هشة وطرية وحلوة جدا مع كريمة الشوكولاتة، طعمها حلو جدا مع ميكس القهوة، فان شاء الله تعجبكم بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. حلوة جدا وسهلة وبسيطة. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو عملنا فيه كيكة الشوكولاتة والقهوة، حلوة جدا وسهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فلو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، ونتقابل في فيديوهات جديدة وافكار جديدة، مع الف سلامة حبايبي.